بعدما انتشرت أخبار كثيرة قبل خوض المنتخب الوطني الجزائري مباراتي غينيا وأوغندا، مفادها أن الاتحادية الجزائرية تمكنت من إقناع 3 لاعبين من مزدوجي الجنسية بتمثيل الجزائر في الاستحقاقات القادمة، أبرزهم ريان شرقي. جاءت الأخبار الصادمة اليوم لتفسد كل مخططات المنتخب الجزائري. وقبل التفاصيل لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وترك تعليق وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إذا ما كان يشاع حول إعلان ريان شرقي رغبته على اللاعب للجزائر بعد تهميشه من المنتخب الفرنسي غير صحيح تماما، واللاعب لم يغير موقفه السابق ولا يزال وفيا لألوان المنتخب الفرنسي، بدليل قبول دعوة المنتخب الأولمبي اليوم للانضمام لمعسكره التحضيري قبل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية. وكان تيري هنري مدرب المنتخب الأولمبي قد أعلن في وقت سابق عن قائمة المنتخب الأولمبي التي ستشارك في الأولمبياد، وسقط منها اسم نجم ليون قبل أن يضطر لتوجيه الدعوة له اليوم بسبب غياب 6 لاعبين وفقا لبيان الاتحاد الفرنسي. وهكذا ما علينا إلا إغلاق ملف ريان شرقي مع الجزائر مثلما أغلقت قبله ملفات ياسين عدلي ومايكل أوليز وغيرهم من اللاعبين الذين خسرتهم الجزائر لصالح منتخبات أخرى. ما رأيكم في ذلك؟ شاركونا في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.